السلام عليكم يا أساطير، عدت لكم في مقطع جديد سنتعرف فيه عن جميع أحداث وهدايا وإضافات وباكجات يوم الاثنين القادم الرسمية. وأيضا يا شباب سنتعرف عن طريقة الحصول على 10 تفتيحات مجانية أخرى في الباكج المجاني الخاص بالبيك تايم. أولا رسميا تم التأكيد يوم الاثنين القادم إن شاء الله سينزل معنا هذا الباكج كما ترون خاص بالإيبيك يا أساطير. لدينا 3 لاعبين يا شباب مع المنتخبات الخاصة بهم، لاعب مع المنتخب الإيطالي ولاعب مع المنتخب الألماني وأخيرا لاعب مع المنتخب الهولندي. أولا لدينا القيصر فرانس بيكنباور يا أساطير، أنا أعتبر هذا اللاعب أفضل وأقوى مدافع في اللعبة. القيصر والأسطورة فرانس بيكنباور الجميع يعرفه، سينزل معنا رسميا يوم الاثنين كلاعب إيبيك كما ترون مع المنتخب الألماني. وأيضا فاجأتنا كونامي بمفاجأة رهيبة يا شباب، سنحصل إن شاء الله على عقد اختيار مجانا للجميع، جميعا إن شاء الله سنحصل على عقد اختيار في باكج إيبيك يضم 15 لاعب كما ترون يا أساطير. لدينا اللاعب الأول ريكاردو كاكا ومجموعة أخرى من اللاعبين. في هذه الأيام كونامي ستكشف جميع اللاعبين، ويوم 24 من هذا الشهر 24 من شهر 7 يا أساطير سنحصل إن شاء الله على عقد اختيار، وسنختار لاعب من اختيارنا. لاعب نود أن نحصل عليه سنقوم باختياره وسنحصل عليه إن شاء الله مجانا، صراحة شيء كبير من كونامي. وأخيرا هذا الخميس نزل معنا الباكج المنتظر الخاص بالبيك تايم، لكن للأسف يا أساطير باكج يضم 300 لاعب وليس 100 لاعب وليس 100 لاعب، للأسف يا أساطير 300 لاعب يوجد به كذلك لاعب هايلايت و12 لاعب بيك تايم كما قالت كونامي. شاركونا في التعليقات يا أساطير، هل حالفكم الحظ وحصلتم على لاعب بيك تايم أو لاعب هايلايت؟ شاركونا في التعليقات يا أساطير. أنا بدوري يا شباب حالفني الحظ هذه المرة وحصلت على لاعبان بيك تايم، اللاعب فورلان وأيضا اللاعب فان نيستلروي. حصلت على لاعبان بيك تايم يا أساطير من خلال 20 تفتيحة مجانية. شاركونا أنتم في التعليقات على من حصلتم من خلال 20 تفتيحة المجانية التي حصلنا عليها. وأيضا لدينا 10 تفتيحات مجانية أخرى. أتمنى من كل قلبي يا شباب أن تحصلوا على لاعب بيك تايم أو لاعبان بيك تايم أو أكثر لما لا يا أساطير. ولأول مرة في اللعبة نزل معنا الأسطورة بيلي ذا كينج اوف فوتبول أي ملك كرة القدم، نزل معنا لأول مرة كما ترون في باكيج يضم 150 لاعب يفتح بالكوينز. نزل معه كذلك لأول مرة اللاعب بوشكاش، وأيضا كذلك نزل معنا كرويف كلاعب إيبيك. وأما اللاعب بيلي واللاعب بوشكاش نزلوا معنا كلاعب بيك تايم، لكن يا أساطير للأسف لم نحصل على تفتيحة مجانية. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقطع، لا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب. بالتوفيق يا أساطير.